مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده سهله ولذيذه وحلوه قوي، من الحاجات الحلوه جدا كمان في الصيف، واللي تتعمل في مفيش بجد، ما بتاخدش وقت خالص وطعمها تحفه جدا جدا. وممكن نقدمها في العزومات، شكلها حلو قوي وقيم قوي، شكلها بجد جميل وطعمها تحفه وحلو قوي في الوقت اللي احنا فيه ده. نعمل النهارده مع بعض كيكه الجيلي. يلا بينا على طول عشان ما اطولش عليكم، ندخل في المقادير. بس اهم حاجة قبل ما نبتدي في طريقة الكيكة، نولع الفرن اهم حاجة في الاول على درجة حرارة 200 عشان الفرن بتاعنا يكون سخن. ويلا بينا نبتدي على طول. هنا انا معايا كوباية ونص من الدقيق، هحط عليها رشة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر. هنقلب المواد الجافة مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. ونيجي بقى هنا للخطوة التانية. بصوا، الخطوة التانية دي احنا ممكن نعملها بمضرب يدوي، ممكن نعملها بمضرب كهرباء، اي حاجة متاحة يعني، مفيش اي مشكلة. تمام، هنا هنحط بيضتين، هنحط عليها باك واحد من الفانيليا. نحط عليهم كوبايه الا ربع من السكر، ونضربهم حلو قوي قوي لحد ما يعمل فوم كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. البيض مع السكر لما بيتضرب حلو بيعمل الفوم ده بيساعد جدا في نجاح الكيكه بتاعتنا. وهنا هنحط نص كوبايه من السمنه السايحه، او نص كوبايه من الزيت، مفيش مشكله، انا هنا استخدمت نص كوبايه من السمنه. تمام، ونديهم برضو ضربه كده حلوه مع بعض. وبعد كده هنضيف نص كوبايه من اللبن. تمام، مقدار تاني، كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من اللبن، كوبايه الا ربع من السكر. تمام. بعد ما يتضربوا زي ما انتوا شايفين كده، هنبتدي نحط المواد الجافه بقى اللي احنا كنا مقلبينها في اول الفيديو خالص مع بعض، اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والملح. بص، انا هنا بديها ضربه بسيطه قوي، يعني كانها مش باينه اصلا، كانها مش موجوده، ممكن نعملها بالخطوه دي بايدينا، مفيش مشكله. انا هنا بقى عايزه اوريكم القوام بتاع الكيكه عامله ازاي. هو ده القوام المطلوب اللي انا كنت عايزاه في الكيكه. تمام. هجيب بقى صينية مقاس 26 تقريبا. الصينية طبعا زي ما انتوا عارفين هندهنها بسمنة، ونحط عليها شوية من الدقيق، ونحط خليط الكيكة بتاعنا. بصوا انا بقى يعني بخبطها كده حاجة بسيطة، وبعد كده هدخلها الفرن لمدة نص ساعة. احنا هنا جبنا في الحلة بتاعتنا كوبايتين من المية. اول ما المية بدأت ان هي تسخن معانا زي ما انتوا شايفين، حطينا عليها 2 باكو من الجيلي. تمام. قلبناهم كده حلو قوي لحد ما الجيلي بتاعنا يدوب في المية. وبعد كده ضفنا عليه كوباية من المية الساقعة. تمام، هنديله تقليبة وخلاص، بعد كده نرفعه من على النار. كده كانت الكيكة بتاعتنا خلاص خلصت وطلعتها من الفرن. انا هنا كنت عاملة كريم شانتيه طبعا وشايلاه في التلاجة. بس اهم حاجة وانتوا بتعملوه يعني خلوا قوامه تقيل كده، يعني مش عايزين قوام الكريم يبقى خفيف معانا. بص بقى، من الحاجات المهمة قوي واحنا بنفرد الكريمة بتاعتنا، نخلي بالنا بحيث ان الكريمة تكون مغطية كل الجوانب بتاع الكيكة، يعني مش عايزين اي حاجة من الكيكة خالص تكون باينة، عايزين الكيكة كلها تكون متغطية بالكريمة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بالظبط. تمام. وبعد كده ننزل بأي فاكهة بقى انتوا حابينها، يعني ممكن تنزلوا بموز، ممكن ننزل بفراولة، اي فاكهة متاحة عندكم. انا هنا نزلت بموز، انا كنت حابة ان انا اعملها بموز بس. وبعد كده بقى هننزل بالجيلي بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا، بجد من الوصفات السهلة قوي السريعة جدا، مش بتاخد اي وقت ولا اي تعب ولا مجهود. وبجد حاجة حلوة قوي، ممكن نقدمها لأي ضيوف في اي وقت. حاجة كده ساقعة في الصيف اللي احنا فيه، وشكلها بجد تحفة يعني. شكلها حلو قوي قوي بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا، عايزة اقول لكم فكرة ان انتوا تعملوا حاجة وتبقى طبقات كده بتدي شكل حلو جدا جدا. وطعمها مش عايزه اوصف لكم كان عامل ازاي. اتمنى بجد تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات طلعت عامله ايه. ولو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، وهستنى رايكم في الكومنتات. واستنونا فيديوهات جايه كتير، وصفات جايه اكتر. باي باي.